السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي المميزين في روكنوليدج. النهاردة هنسافر للماضي مع أسطورة جميلة جدا من الميثولوجيا الإغريقية أو الأساطير اليونانية. هاتوا مشروبكم المفضل ويلا عشان نبدأ أسطورتنا. في أعماق جبال وسهول اليونان القديمة عاشت حورية جبلية حلوة اسمها إيكو. أصدقائي المميزين، الحوريات الجبليات هم كائنات أنثوية شبه البشر لكن شديدة الجمال والأنوثة، وبيعيشوا كمان لمدة طويلة محتفظين بشبابهم وجمالهم. إيكو كانت رغاية لكن كلامها كان بيسحر كل اللي حواليها ومش بيخلص أبدا. زيوس كبير آلهة الأولمب وإله السماء والصواعق لما عرف موهبتها قرر انه يجيبها علشان تسلي هايرا مراته إلهة الزواج، لكن كان عنده غرض مخفي. زيوس أصدقائي المميزين كان خاين وبيحب الفنيات، وهايرا كانت غيورة جدا ودايما مركزة معاه لأنها عارفة طبعه الخاين، فجاب إيكو علشان تشتت انتباه هايرا عنه. إيكو نجحت لفترة في تشتيت انتباه هايرا عن زيوس بكلامها وحكاياتها الجذابة، لكن هايرا اكتشفت خطة زيوس وإنه جاب إيكو علشان تشتت انتباهها. تتوقعوا أصدقائي المميزين هايرا هتروح تنتقم أو تعاقب زيوس؟ أكيد لأ. هايرا قررت الانتقام من إيكو واختارت عقاب من أقصى العقوبات من وجهة نظري، إنها تسلب من إيكو ميزتها اللي كانت بتشتتها بيها. هايرا حرمت إيكو من الكلام وهي ميزتها اللي كانت بتسحر بيها كل الناس، فبقت تعرف بس تردد آخر كلمة بتسمعها من كل جملة. هايرا سلبت من إيكو قدرتها في التعبير عن نفسها. ومع الأسف أصدقائي المميزين، العذاب في حياة إيكو لسه ما انتهاش. إيكو حبت شاب اسمه نيركسوس. نيركسوس كان شاب بشري لكنه كان جميل ومغرور جدا. نيركسوس مرة تاه في الغابة وإيكو ما صدقت أخيرا هتعترف بحبها لنيركسوس، بس بسبب لعنة هايرا ما عرفتش تقوله حاجة غير إنها تردد آخر كلمة من كل جملة نيركسوس بيقولها. هو زهق وسابها ومشي، وإيكو اتجرحت وزعلت واستخبت في الكهوف لحد ما ماتت وتحولت لرماد، ومبقاش منها غير صوتها اللي طار وانتشر في كل الأماكن المهجورة، وبقينا نسمع صدى إيكو بيردد كلامنا في الأماكن المهجورة. طبعا دي أسطورة مش حقيقة، وكان ده تفسير الإغريق لصدى الصوت وإنه صوت إيكو اللي انتشر مع رمادها. وكمان تكريما لإيكو السونار اتسمى إيكو كمان على اسمها، ولأنه صدى صوت كمان. وهنا أصدقائي المميزين تكون خلصت أسطورتنا، لكن عندي ليكم سؤال: ليه هايرا عاقبت إيكو وما عاقبتش زيوس مع إنه هو اللي غلط في حقها مش إيكو؟ شاركوني آرائكم في التعليقات، قولولي ايه السبب من وجهة نظركم، وكمان شاركوني رأيكم في الأسطورة كلها. أنا عندي تصور كمان هشاركه معاكم في المنتدى أو في صفحة الفيسبوك، هتلاقوا اللينكات في الديسكريبشن. واستنوني المرة الجاية هنحكي أسطورة نيركسوس. اشتركوا في روكنوليدج علشان يوصلكم كل حاجة بننزلها، وفعلوا الجرس عشان لما ننزل الأسطورة الجاية يجيلكم إشعار بيها. أشوفكم في مرة قادمة أصدقائي المميزين، مع السلامة.